السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على القناة مطبخ نورة المغربي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم وصفة وصفات الزمن الجميل. بقى لي كويس ديال الجنجلان وقلت لي بلا نقدم معكم هذه الوصفة في دقيقة 90. تتوجد لينا فرمشة عين وتتجي مذاق غزال مرملة هشيشة تدوب في الفم. كما تتشوفون العسل لاصق عليها مشمع ما شاء الله على البليغات ديالنا. الأسئلة اللي كنت قدمتها معكم استخدموها لجميع المعسلات، تبقى لامعة شادة لا في الشباكية لا في العسل لا في البريوة، فاش ما درتوها تلقاوها. الوصفة كذلك على القناة ديال العسل، نتمنى انكم تشوفوها. وكذلك عسلنا بها البليغة ديالنا كما تتشوفوا شادة عليها العسيلة، يعني تتبقى مشمعة عليها طيلة شهر رمضان ما تنزلش منها. تجي ما شاء الله غاية في الروعة. هاد البليغات سهلة في التحضير وعطاكم ان شاء الله الطريقة باش انكم تصاوبوها يعني ما تحلش لكم في الزيت. نشوفوا المقادير نتاعنا مع بعض. عندنا هنايا 600 غرام ديال الدقيق. الحلويات يكون مغربل من قبل. بغيتو تدوبلوا المقادير ما كاينش المشكل، ولكن حتى يعني المقادير اللي عطيكم انت تخرج ما شاء الله كمية وفيرة. عندنا كذلك كويس ديال الجنجلان، ما يكونش محمر، يكون هكذا غير مصهد ولكن ما يكونش محمر باش ما يعطيناش المروريه في البليغات ديالنا. كذلك معلقه صغيره هكذا ديال حبه حلاوه، معلقه كذلك ديال النافع. مذاق ديال النافع تيجي هكا مع البليغات تياخذنا يعني واحد المذاق مزيون بزاف، تيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. وكذلك القرفه نضيفوا لها واحد المعلقه، تكون هكا صغيره، او الا كانت عندكم صغيره هكا بزاف بحال ديالي ديروا جوج. كانت عندكم يعني معلقه هكا ديال الاكل ديروا معلقه. يعني القرفه هي مزيونه تتواتم مع المذاق ديال النافع وحبه حلاوه، تجينا كذا المذاق نتاع البليغات نتاعنا بمذاق النوكه، تجي متميزه. كذلك عندنا خميره الحلويات 8 غرام مع دبل الحل بارد، نديرو 8 غرام تكون كامله باش هكذا تجينا البليغات هشيشه ومرمله. كذلك النافع عفوا الفاني. بالنسبه هنايا للزبده عندي زبده مذابه، نديرو هكذا 4 ديال المعالق، معلقه هكا ديال الاكل 4 ديال المعلقات. كذلك عندنا زيت المائده مقدار نتاع 3 ديال المعالق. بغيتو تذوبوها مع الزبده ماشي مشكل. صافي تنبقاو هكذا تنرملو داك الدقيق نتاعنا حتى يترمل كامل مع الزبده والزيت اللي ضفنا له. واحد 2 معالق يعني ما تصوروش ليا ديال الخل، حتى هي تعطينا واحد الهشه في العجين تاعنا. صافي وتنبداو هكا كويس ديال المزهر، تنخلطوه بالماء وتنبداو تنضيفوه. كاس راه كافي باش يجمع لكم العجين كما تتشوفوا معايا. تنزيدوا على المزهر شويه ديال الماء وتنعجنوها حتى تولينا على هذا الشكل هذا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش كذلك مرخيه. صافي تنبداو تندلكوها هي شويه هكذا، نجمعوا العجين ديالنا حتى ما يبقاش تيبان لنا الدقيق ونخليوها ترتاح شويه. كما تتشوفوا في عفوا كما تتشوفوا معايا العجين بعد ما ارتاح تندوزو هكا نشكلوا البليغات نتاعنا، نشكلوهم على شكل كويرات صغار او كبار ماشي مشكل، على حسب نتوما كيفاش ترتاحوا في العمل ديالكم بالمدلاك. بغيتو ديروهم كبار ماشي مشكل، حتى هما تيسرعوا يعني متى تطلقوا العجينه كذا. اكثر الا كانت عندكم الماكينه نتاع التطليق نتاع الشباكيه حتى هي تتساعد، ما كانش فهي راه ما تتاخذش الوقت بزاف، وخا هي بالدلاك دغيا تتوجد. كما تنشوفوا العجين يعني رخو ما تيكونش قاصحه بحال الشباكيه، يعني هي بالمدلاك راه قاضي الغرض وما تتاخذش وقت كتير. كما قلت لكم دغيا تتوجد، يعني ما بين العجين وانكم تقليوها وتقدوها راه ما تاخذش منكم حتى ساعتين د المكانه تكون وجدات. كما تتشوفوا معايا تنبقى تنطلقها هكذا بالدلاك حتى تولي على حسب الرق اللي انا باغا في العجينه، ما تكون غليظه ما تكون رقيقه، يعني شويه هكذا تكون في يعني في الحجم نتاع هكذا العجينه ديال الشباكيه.
صافي. وتتقطعوهم لمربعات على حسب يعني بغيتوهم كبارين او لا صغار. بالنسبه لي تنديرهم شويه صغار باش تيجيو هكذا حتى في المنظر ديالهم تيجيو هكا مزيونين. كانوا عندكم داك الحواف هكذا شويه مازالين غلاط، غادي تحيدوهم تطلقوهم هكذا مع العجينه وتقادوا هكذا داك المربعات نتاعكم. اما بالنسبه للمبتدئات غادي نعطيكم واحد الطريقه باش يعني تجمعوا داك البليغات نتاعكم ما يتحلولكمش نهائيا في الزيت. يعني من المره الاولى ينجحوا معكم ان شاء الله، حتى شي وحده منهم ما تتحل لكم باذن الله. تتبعوا الوصفه والطريقه كذلك وديروهم من اول مره ناجحين 100%. وما فيهاش تعب صراحه، بحال الشباكيه تاخذ شويه الوقت وكذلك المجهود. اما هاد الوصفه هي لا تقل قيمه على الشباكيه ولا بالمذاق نتاعها ولا كالشكل نتاعها، ولكن يعني مقارنه يعني باش في التحضير فتاخذ الوقت. هذه راه تجي ساهله وهشيشه ومرمله وهمه وهي تحطوها للضيوف ديالكم ما شاء الله. يعني البليغه يعني من سمن الجميل، فلما لا. يعني كما شفتوا معايا كويس ديال الجنجله بقالي وانا نتفكرها، قلت لي ما انا ضروري نشاركها مع المتابعين ديالي. كما تشوفوا معايا دي الطريقه الاولى لاباي، تتسدوا به العجين ديالكم تفعوات هكا ما تبقاو تسكيو عليهم بيديكم، يقدروا يبقاو لكم محلولين. بالنسبه للمبتدئات تستعنوا بلاباي، تجي يعني الشكل ديالها مزيون كما تشوفوا، ما كبار بزاف ما صغار، وتيتقلاو ما يتحلوا لكمش نهائيا كما تشوفوا معايا في القلي. تحطوهم حطه وحده ينشفوا ودوزو تقليوهم، يعني تخليوهم هكا واحد ساعتين على ما تكملوا صافي تيكونوا نشفوا معاكم. الاحسن يعني ينشفوا بحال تخليو الشباكيه حتى تيبس شويه وتشمع باش تتقلى هذه تاخذ يعني داك الفورم ديالها ديال البليغه، تتبقى يعني شاده عليه تيبس العجينه، ماشي بحال كيما تتساليو تتقليوها. يعني يكون ما بقات يعني واخا حتى تبات ما يوقع لها حتى شي حاجه، بالعكس تتبقى شاده في الشكل اللي تكونوا حطيتوها عليه. صافي تتبقاو مستمرين. بالنسبه للمبتدئات عطيتكم الطريقه لاباي. بالنسبه للناس اللي كمتعودين فتنحطوها هكذا هي بيدنا، تنجمعوها تنسكيو عليها من داك الجوانب تتشكل علينا على شكل بليغه. صافي طريقه سهله وتتوجد كما قلت لكم في رمشه عين، يعني في الدقيقه 90. قلت لي مالا في ليله رمضان يعني صايبناها وتحطوها في المائده الافطار ديالكم، تميزوا بها هكذا الاطباق. يعني كل مره تحطوا حويجه فتتكون يعني ما شاء الله المائده الافطار متنوعه وكل مره تحطوا حاجه. الحمد لله يعني للشهوات نتاعنا المغربيه وتنمتازوا بهم وكذلك نحافظوا عليهم ونشاركوهم يعني هكذا مع العائلات ديالنا. وتنستمر البنات هكذا تنطلق العجين. بالنسبه للي شفتوا هكا يعني تلصق لكم شويه، تستعنوا بشويه ديال الدقيق او النشا الذره غير شويه صافي. بين ما تبقى العجينه يعني تتشد راسها معكم هكا في الطليق يعني عادي، يعني ما تتنشفش ليكم، لان العجينه كما شفتوا معايا رخوه شويه ما تتكونش قاصحه. يعني الا كانت قاصحه غادي تيبس لكم بالدقيق او النشا، ولكن الا كانت العجينه هكذا رطيبه ما يعني ماشي مشكل. العجينه ما شاء الله يعني تنطلق هكا بالدلاك تتمشي، يعني العجينه ناجحه 100%. واخا ما دلكناها ما عندنا شي ما درناهاش هكذا في الطلاقه ديال العجين، هي بالمدلاك يعني راه تتمشي بسرعه، تتنطلق معنا يعني بشكل مريح، ما تناخذوش فيها الوقت بزاف. بالنسبه لداك الزوائد نتاع العجين هي ما تدلكوهمش، يجمعوهم هكذا حتى ترطبك في البلاستيك هكا الغذائي كما شفتوا معايا باش ما تيبسش لينا. من بعد نوليو نطلقوهم بالمدلك كما تشوفوا معايا هكذا. تنستمروا في التشكيل نتاع البليغات.
كما تشوفوا معايا ما شاء الله تيجيو رائعين. كما شفتوا هكا حطيتهم في البلاطو. انا عاد تنكمل دغيا تتيبس تاخذ الشكل ديالها. الشكل اللي حطيتوها عليه تتبقى عليه. كل ما يبسات كل ما تكون يعني البليغه ديالكم تجيكم مزيونه، تجي تقلى في الزيت تتبقى بنفس داك لا فورم اللي صوبتوها عليه. فنتمنى انني نكون فتكم في هذه الوصفه هذه، وخاصه المبتدئات. كما قلت لكم يعني استعنوا بلا باي، راه تيعطيهم يعني الطريقه اللي ما تحلهمش نهائيا في الزيت. يعني تستعنوا به كل ما تكيتي هكا على داك العجين باش تلصق مع بعضها. كما شفتوا الطريقه الثانيه كذلك هكذا هي بالمغرفه. بحال دابا هكا بناتي كانوا تيساعدونا داك النهار غير بالمغرفه هكا تيقادوهم تيحطوهم ما تحليلاش كاع في الزيت نهائيا. حتى هما الاول مره تيصايبوها ونجحات معاهم الوصفه. كانوا تيساعدوني كما شفتوا في الدقيقه 90 صايبناها. فهكا ملي تدخلوا وليداتكم كذلك يساعدوكم يعني تعطيوهم هكا شي حويجه اللي يصايبوها ويفرحوا لنا نجحت هما معاهم. وشوفوا الماء كذلك الكميه اللي عطاتنا ما شاء الله 600 غرام ديال الدقيق. حطت لنا يعني كميه ممتازه ما شاء الله. وساليناها هكذا دغيا وتتجي يعني الطريقه ديالها زوينه بزاف. والمذاق خيالي تيمشي بين داك المذاق نتاع النافع او اليانسون وكذلك حبه حلاوه. تعطيها واحد المذاق اللي زوين، مذاق النوغا. وتجي يعني مختلفه في المذاق كذلك على الشباكيه. كما تشوفوا معايا تبديت نقلي. هانتوما كي تنحطها في الزيت تتبقى في نفس لا فورم اللي حطيتها اللي صايبتها عليه، ما تتحلش نهائيا. انت تشوفوا معايا نهزها هكذا بالصفايه ما تتحلش نهائيا. يعني ناجحه الطريقه اللي عطاتكم. كويس ديال الجنجلان تنخلينا نحضروا وصفه من الزمن الجميل رائعه. كذلك العسل اللي صايبت معكم البنات راه في القناه. انتم ما شاء الله كتبقى معايا طيله شهر رمضان في جميع الوصفات تتلقاوها موجوده. يعني ديروها هكذا في البيت ديالكم فين ما احتاجيتوها من غير المعسلات. كذلك البغرير المخمار تتلقاوها يعني توقفوا عليه تتلقاوها طيله شهر رمضان ومن غير رمضان تتلقاوها. وكذلك المذاق نتاعها باش تشريو يعني هكا اللي تكون جاهزه هذه تكون مذاقها مزيان، تكون لذيذه في المذاق. ديروها هكا في البغرير او في المخامر من غير المعسلات تكون عندها واحد المذاق مزيون ديال المسكه الحره المزهر. كذلك البرتقال والليمون تيعطيها واحد المذاق. كل ما طالت عندكم في البيت ديالكم كل ما تتبقى زوينه وداك المذاق تيزيد يزيان. كما تشوفوا معايا نتوما تنقليهم. هذه القليه الاولى ما شاء الله تاخذ داك اللوين الذهبي تنبقاو كتنخلطوه هكذا بالمصفات باش تطيب لينا طياب واحد. والبليغات ما شاء الله جايين هشاشين وناجحين 100% وبدون بيض. كما شفتوا معايا في الاول تاع الوصفه ما درناش فيها البيض نهائيا. كما تشوفوا معايا هانتوما بدات تتحمر ما تحلاتش نهائيا. بدات تاخذ داك اللوين الذهبي. صافي غادي نصفيوها في العسيله بين ما قلينا القليه التاليه. بالنسبه للعسل ماشي بالضروره تبقى يعني ليله كامله بحال الشباكيه ولا البريوات. تنصفيوها بين ما قلينا القليه التاليه صافي تنصفيوهم تيكونوا تشربوا العسل. منين تيبدا نشوفوهم قطروا بحال هكا لا غدي تنزيدوا عليهم شويه من الفوق باش ما زدناهم التعسيله الثانيه تيتشمع عليهم داك العسل بنفس الطريقه اللي تنديروا للشباكيه. فتيبقى عليه داك العسيله هكا مشمعه عليها طيله شهر رمضان. احتفظوا بها بالمجمد او هكا داير في الثلاجه
فواحد العلبه صافي تتبقى داك العسيله يعني من الفوق يعني جامده عليها، وتعطيها واحد اللمعه. ملي تنعسلوها التعسيله الثانيه يعني ملي تكون سخونه تاخذش العسل بزاف، ولكن ملي تتبرد تنكبوها هكذا عليها بداك المصفى نتاعها، تكون هكا في الكسكاس ولا في شبكه، تتكبوا عليها داك العسل وتتخليوها تزيد تقطر هكذاك، تجي ناجحه ولامعه، وتتبقى داك العسل مشمع عليها، ما تينزلش منها العسل نهائيا. كما تتشوفوا معايا اللوين اللي خدات ذهبي تطيب طياب واحد ما شاء الله، تتجي كما شفتوا معايا وصفه رائعه نذكروا بها هكذا الزمن الجميل ووصفاتنا العريقه، وصفات المغربيه اللي تنمتازوا بها هكذا. مرة هكذا نصايبهم لوليداتنا، وكذلك هما يتعرفوا على تقاليدنا المغربيه. وهذه هي نهايه الفيديو، ما تنساوناش من تعليقكم واشتراككم في القناه.